نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الكرام، إخواني أخواتي، إن المسلم الحق الراجي لرحمة ربه الطامع في مغفرته المؤمل لثوابه دائما يكون منتبها حذرا لا يغفل، لا يسهو أبدا عن الواجبات والمندوبات، أن ينساها أو يعرض عنها، ولا يغفل عن المحرمات والشبهات، أن يقترفها أو يقع فيها. تجده دائما حذرا من أن يقع في تفريط في جنب الله أو تقصير في حق الله، حريص على جميع الأوقات، وخصوصا الأوقات الفاضلة، فتجده دائما سباقا إلى فعل الطاعات وترك المنكرات، لا يعوقه عن ذلك عائق، ولا يتحجج عن ذلك بحجج. وخصوصا في مثل هذه الأيام التي نعيشها من شهر شعبان، هذا الشهر العظيم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم
أن نقع في غفلة عنه، فهو شهر يغفل الناس عنه، كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. فاحذر أخي المسلم، احذري أختي المسلمة، أن تكونوا من المفرطين في مثل هذا الشهر العظيم، بل كونوا حريصين سباقين إلى الخير، لا تغفلون إذا غفل الناس، لا تعرضون إذا أعرض الناس، لا تعصون إذا عصى الناس. علم النبي صلى الله عليه وسلم بغفلة الناس عن هذا الشهر الكريم، فحث الخطى إلى طاعة ربه جل جلاله. وعلم عليه الصلاة والسلام أن العمل الصالح في مثل هذه الأيام التي يكثر فيها غفلة الناس لها فضائل عظيمة، ولها ميزات جسيمة لا يعرف حقها وقدرها إلا من تمعن بآيات الكتاب العزيز وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تحثنا على اغتنام الفرص وعدم إضاعتها، وخصوصا فرصة غفلة الناس، فإن في وقت غفلات الناس عبادات لله تبارك وتعالى هي أحب ما تكون فيما سواها. ومن هذا كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في شهر شعبان يصومه كله إلا قليلا، صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا علم الإنسان أنه في هذا الشهر الكريم ترفع أعمال العباد إلى رب العباد، فأنت أخي المسلم، أنت يا فلان، أنت يا فلانة، لا تعلمون متى ترفع أعمالكم في هذا الشهر، لا تدرون في أي لحظة من ليل أو نهار ترفع أعمالك إلى العزيز القهار ليطلع على عملك وينظر فيها فيقبل ما شاء ويرد عليك ما شاء. لحظة حرجة ولحظة عظيمة ينبغي للمسلم أن يقف عندها ويسأل ربه تبارك وتعالى السلامة والقبول لجميع العمل. هذا الشهر الكريم لا ينبغي أن يغفل فيه بالعمل الصالح، لأن العمل الصالح زمن الغفلات وزمن إعراض الناس عمل عظيم عند الله تبارك وتعالى. أقف وإياكم أيها السادة الأعزاء مع بعض هذه الفضائل للعبادة زمن الغفلات. أول هذه الفضائل أنك تنفرد بالعبادة لله عز وجل، وانفراد الإنسان بالعبادة لله عز وجل في وقت من الأوقات
له فضيلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص كل الحرص على أن ينفرد بعبادة في وقت وزمان قل فيه العباد، وقل فيه الطائعون، وقل فيه المتقربون إلى الله عز وجل. هو الذي قال لعمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. الثلث الأخير من الليل، وما أدراك ما الثلث الأخير من الليل. الناس نيام هجع، وأنت تقوم تصف قدميك بين يدي الله، تتملقه وتعبده وتصلي له وتدعوه وتناجيه في هذا الوقت الذي ليس فيه من المصلين إلا القليل. وقت عظيم ينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فيقول تبارك وتعالى: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى يبزغ الفجر. وقت فضيل، لهذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخر وقت العشاء إلى الثلث الأول من الليل، فأخرها ذات مرة على الأصحاب، وخرج إليهم في هذا الوقت بعد أن انتصف الليل. خرج عليهم عليه الصلاة والسلام فقال لهم: أتدرون أنكم ليس أحد غيركم من أهل الأرض ينتظر هذه الصلاة؟ ليس هناك على وجه الأرض أحد ينتظر صلاة العشاء في هذا الوقت غيركم. فمدحهم عليه الصلاة والسلام على هذه الفضيلة وهذه المنزلة التي يعبدون الله تبارك وتعالى فيها، وليس أحد غيرهم يعبد الله تعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا الصلاة إلى ثلث الليل أو نصفه. لولا أن أشق، لولا أنه رفع المشقة عن أمته لأخر صلاة العشاء إلى الثلث الأول من الليل أو إلى نصفه صلوات ربي وسلامه عليه. وما ذاك إلا لأن هذا الوقت تنفرد به هذه الأمة لتعبد ربها جل جلاله. فأنت إذا انفردت بعبادة لله عز وجل كانت محبوبة، كانت عظيمة، كانت مقبولة عند الله تبارك وتعالى، وليس لها مثيل عند الله عز وجل. الفضيلة الثانية لمن يعبد الله تبارك وتعالى زمن الغفلات، إنها أعظم أجرا، إنها أقرب ثوابا
إنها أرجى وأدعى لأن تنال الثواب العظيم. إنها عبادة زمن الغفلات. قال عليه الصلاة والسلام: من دخل السوق، والسوق كما تعلمون مظنة الفحش، مظنة الغش، مظنة الكذب، مظنة معصية الله عز وجل، هناك يعصى ربنا تبارك وتعالى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. لماذا مساجدها أحبها إليه، ولماذا أسواقها أبغضها إليه؟ وانظروا إلى هذه المقابلة، فالمساجد بيوت الطاعة لله عز وجل، والأسواق بيوت المعصية لله عز وجل، فالفرق ما بينهما كما بين السماء والأرض. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: من دخل السوق والناس في لهوهم، والناس في تجارتهم، والناس في بيعهم وشرائهم، لا يذكرون الله تبارك وتعالى إلا قليلا. من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير، ماذا يكون له من الأجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: كتب الله له 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 سيئة، ورفع له 1000 درجة. لماذا هذا الأجر العظيم على هذه الكلمة التي باستطاعة كل أحد منا أن يقولها؟ لأنه ذكر الله تبارك وتعالى ساعة غفلة الناس، ساعة التهاء الناس، ساعة أن الناس لا يذكرون الله تبارك وتعالى، فذكر الله عز وجل في هذا الموطن. قال عليه الصلاة والسلام: 3 يحبهم الله ويضحك إليهم، 3 يحبهم الله ويضحك إليهم ويسر بهم. ما أعظم هذه الفضيلة! من هؤلاء 3 يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: رجل انكشفت فئة، كان في معركة، انكشفت فئة يعني تراجع أصحابه كلهم، انكشفت فئة فوقف يقاتل بنفسه، إما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه. قال الله عز وجل: انظروا لعبدي، انظروا لعبدي كيف صبر لي بنفسه، انظروا لعبدي كيف صبر لي بنفسه، فخرج لوحده ووضع نحره دون نحور الناس، ووضع سيفه دون سيوف الناس، وأصبح يقاتل وحده عدوه. هذا الذي يضحك الله تعالى له، هذا الذي يحبه، هذا الذي يسر به ربنا تبارك وتعالى. ورجل له امرأة حسناء وله فراش لين حسن، فقام من الليل، قام من الليل، ماذا يفعل؟ قام يصلي. يقول الله تبارك وتعالى: انظروا لعبدي، يخاطب الملائكة: انظروا لعبدي ترك شهوته وأخذ يدعوني ويناجيني، ولو شاء لرقد.
ولو شاء لرقد، يعني ولو شاء لنام، لكنه ترك زوجه وترك فراشه لله عز وجل، فصف قدميه يصلي لله جل جلاله. ورجل في سفر وكان معه ركب فسهروا فتعبوا ثم هجعوا، فقام هذا الرجل، هم على تعب، والسفر كما تعلمون أحب ما يكون للمسافر بعد تعبه أن ينام، لكن هذا ما نام، قام فتوضأ ثم وقف يصلي في السحر في سراء وضراء، يعني يصنع هذا الفعل في سرائه وضرائه، لا يهمه إلا أن يقف بين يدي الله عز وجل. فهؤلاء الثلاثة تركوا شهواتهم، تركوا أنفسهم، تركوا مرادهم لمراد الله عز وجل، فأحبهم وضحك لهم وسر بهم ربنا تبارك وتعالى. فهنيئا لعبد استحصل هذا الأجر العظيم يوم أن يدعو ويصلي ويعبد في وقت يغفل فيه الناس. الفضيلة الثالثة للعبادة زمن الغفلات، إنها أخفى بعيدة عن الرياء، لأنك تعبد في وقت لا يراك فيه أحد، لا يسمعك فيه أحد، لا يحس بك أحد. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يطمع بإخفاء عبادته لله عز وجل. قال عن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. كان الصالحون يقولون عن أنفسهم: إنا لا نعد عملا ظهر لنا شيئا. أي عمل يظهر لنا لا نعده شيئا، لأنهم كانوا يحبون إخفاء العبادة. ذكر ابن الجوزي رحمه الله عن سير الصالحين ما تتعجب له عجبا. قال: كان أحدهم يصوم 40 سنة لا أهله يدرون به ولا قومه يدرون به، يخرج من بيته بيده رغيفين، يظن الناس أنه سيأكلها، وتظن أهله أنه سيفطر عليها، وإذا به يتصدق بها ويذهب إلى محله، فإذا عاد في المساء وهو صائم يفطر معهم بطعام العشاء، فلا يشعرون به أنه قد صام. كان أحدهم يبكي على وسادته حتى يبلها وأهله بجنبه لا تدري عنه شيئا. كان سفيان الثوري رحمه الله يقرأ في القرآن، فإذا دخل عليه أحد طوى القرآن وجلس، لا يريد أحدا أن يطلع على عبادته. وكان في المجلس تأخذه العبرة حتى يشنق، ثم يقول لجلسائه: ما أشد الزكام، يصور لهم أنه مزكوم، يخفي عبرته ويخفي بكاءه حتى لا يطلع عليه أحد. هكذا كانوا يخفون عبادتهم. فالعبادة زمن الغفلات، زمن تخفى فيه العبادات، وهي أرجى للقبول وأبعد عن الرياء وأقرب للإخلاص لله عز وجل. الفضيلة الرابعة التي نرجوها من العبادة زمن الغفلات أنها أشق على النفس، وأنها أصعب على النفس، وأنها أشد على النفس.
لماذا؟ لأن النفس تتأسى بغيرها. النفس إذا رأت غيرها فعل طاعة استأنست وسهل عليها فعل الطاعة، أما إذا كانت لوحدها فذلك أشق. وأفضل العبادات عند الله تبارك وتعالى أشقها على النفوس. أفضل العبادات عند الله تبارك وتعالى أشقها على النفوس. نعم أيها الإخوة الأعزاء، أنتم ترون فريضة رمضان شهرا كاملا يستطيع كثير من الناس أن يصوم، لكن إذا جاءت 6 شوال فلن يستطيع صيامها إلا من تحمل المشقة في سبيل الله. شهر كامل، لأن الناس يصومون، ولأن الناس يقومون، ولأن الناس يقرؤون، تجد العبادة سهلة على النفس. لكن إذا خرج رمضان وجاءت 6 من شوال كثير من المسلمين لا يصوم، لا يستطيع، يقول ثقيل لا أستطيع أن أصوم. لذلك كانت هذه 6 من شوال تلتحق بالأجر في أجر رمضان، لمشقتها على النفس ولكبرها على قلب من لا يستطيعها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الناس في فساد وهو قد أصلح حاله، ما أعظمها من عبادة، لوحده يعبد ربه تبارك وتعالى. لذلك العبادة في مثل هذه الأيام، أيام الهرج، كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. أتدرون لماذا؟ لأن أيام الهرج والمرج يتبع الناس دينا أشبه بدين الجاهلية، أشبه بدين أهل الضلال. فمن كان طائعا لله عز وجل، طائعا لرسوله، منتهيا عما نهى الله، منتهيا عما نهى رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه ساعتها سيكون بمثابة من خرج من أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا. أجره كأجر من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه. قال عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر المتمسك فيهن يومئذ على ما أنتم عليه، على ما أنتم عليه، يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، على ما أنتم عليه له أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله أو منهم؟ قال: لا بل منكم. وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام قائلا: إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون، إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. فالذي لا يجد على الخير أعوانا ويعمل بالخير، والذي لا يجد على الطاعة أعوانا ويعمل بالطاعة، إنه كالمهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا كذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين،
وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، الفضيلة الخامسة لمن يعمل بالعبادة زمن الغفلات، إنها تكون أقرب إلى الله تبارك وتعالى، وإنها تدفع بها البلايا، وإنها تدفع بها المحن. فالعبادة زمن الغفلات تدفع عن الناس ما ألم بهم من البلايا والمحن. قال بعض السلف: لولا من يذكر الله تعالى زمن الغفلة لهلك الناس. لولا من يذكر الله تعالى زمن الغفلة لهلك الناس. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر نزلت به داهية ملمة حزب بها إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، لما يعلم أن الطاعة في مثل هذا الوقت تستدفع به النقمة وتستجلب به النعمة من الله عز وجل. مرة استيقظ عليه الصلاة والسلام من نومه، وكان عند أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فلما استيقظ قال: سبحان الله، ما أنزل الله الليلة من الفتن. أخبره الله تبارك وتعالى بنزول فتن في هذه الليلة، وما فتح الله من الخزائن. ثم قال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة: أيقظوا صواحبات الحجر. لماذا أيقظوا صواحبات الحجر؟ يعني أزواجه عليه الصلاة والسلام، ليفزعن إلى الصلاة، ليفزعن إلى قيام الليل، على الله تبارك وتعالى أن ينجيهن من هذه الفتن، وأن يعطيهن من هذه النعم التي نزلت في تلك الليلة. أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رب كاسية في الدنيا بأجمل الثياب، بأجمل الحلي، بأجمل ما يلبس، لكن تأتي يوم القيامة عارية من كل ذلك، عارية من الأجر، عارية من الطاعة، عارية من القربة، مكسوة بالخزي والعار. رب كاسية عارية يوم القيامة أو في الآخرة. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى الفتن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب خطبة الجمعة وجاءت عير من الشام وخرج إليها الناس وانتقلوا إليها إلا 12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوا معه، ومعهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. خرجوا إلى هذه العير وبقي هؤلاء الرجال 12. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أنزل ربنا تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم خرجتم جميعا لصب الله عليكم هذا الوادي نارا.
فبمجرد أن بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا كانوا حماة وكانوا حراس من أن ينال الجميع عقاب الله تبارك وتعالى. لذلك كلمة بعض الناس العامية حينما يقولون باقي بها بعض الناس، لذلك ربنا تبارك وتعالى قد أبقى هذه الدنيا. نعم، هذا كلام صحيح، الدنيا قد تقف على رجل واحد صالح لله تبارك وتعالى، عامل بما أمر الله، منتهي عما نهى الله عز وجل، فقد يبقي ربنا تبارك وتعالى الدنيا على هذا الرجل الواحد. لذلك القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق الذين لا يعرفون الله تبارك وتعالى، وحتى لا يقال في الأرض الله الله، لا يعرفون ربهم تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أصحابي أمنة لأمتي، أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا معناه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أمناء في هذه الأرض، أمناء يحمون أهل الأرض بعبادتهم وطاعتهم لله عز وجل. فإذا ذهب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاء الناس ما يفتنهم، جاء الناس ما يعذبهم، جاء الناس ما يعاقبهم. إذا بقي في الناس الصالحون فإنهم أمنة من العذاب، وخصوصا من كان يتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعقيدة وشريعة، يتبعهم في الصغيرة والكبيرة، فإن ذلك أرجى لقبول عمله. فإذا دعا وإذا ذكر وإذا صلى وإذا قام وإذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأصلح شؤون الناس، فإن ذلك أمنة لهم بإذن الله عز وجل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في تفسير هذه الآية: إن الله يدفع من لا يصلي بمن يصلي، ويدفع أهل المعصية بأهل طاعته، فأهل المعصية محميون بأهل الطاعة. الله تبارك وتعالى يتركهم ولا يعاقبهم لأجل أهل طاعته. نسأله عز وجل أن يجعلنا منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم نتوجه إليك في هذه الساعة التي نرجو أن تكون ساعة إجابة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اجعلنا ممن يغتنم فرصة العبادة زمن الغفلات برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اجعلنا منهم وتقبل منا أعمالنا، اقبلنا واجعلنا عندك من المقبولين، اقبلنا واجعلنا عندك من المقبولين. اللهم سلمنا إلى رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم رمضان إلينا وتسلمه وتقبله منا يا رب العالمين. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر الصيام، اللهم بلغنا شهر القيام برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم من علينا بهذه النعمة واجعلنا لك من الشاكرين، من علينا بهذه النعمة واجعلنا لك من الشاكرين، من علينا بهذه النعمة واجعلنا لك من الشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من الثابتين،
اللهم اجعلنا لك شكارين، اللهم اجعلنا لك ذكارين، اللهم اجعلنا لك أوابين، اللهم اجعلنا لك مخبتين، اللهم اجعلنا عليك متوكلين، اللهم اجعلنا بك مستعينين برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة لنا زيادة في كل خير، واجعل الموت لنا راحة من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم فرج هم المهمومين واكشف الكرب عن المكروبين، اللهم فرج هم المهمومين واكشف الكرب عن المكروبين. اللهم من أرادنا وأراد مدننا وأراد شعبنا بسوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه، اجعل كيده في نحره ونحره في كيده حتى يذبح نفسه بيديه يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا أسرع الحاسبين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر الله